اللهم اجعل أبويا ممن رضيت عنهم وغفرت لهم ومحوت لهم ذنوبهم. اللهم اجعله في قبره من الآمنين ومن المطمئنين ومن المستبشرين ومن المنعمين ومن الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم انزل عليه رحمتك واغمره بعفوك ومغفرتك واشمله بجودك وكرمك. اللهم أحسن إليه، اللهم وتعطف عليه، اللهم وتحنن عليه بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير، واتمنى منكم ما تنسوش الدعاء لابويا بالرحمة والمغفرة في كل وقت من اوقاتكم وفي صلاتكم وربنا يا رب ما يوريكم اي مكروه في اي عزيز لكم يا رب. وصفتنا طبعا مش هتنفع بالشنبات، فلازم نقصقص شنباته كده زي ما شفتوا معايا في الفيديو وزي ما شفتوا عنوان الفيديو في البداية. بالمقص كده هتسهلي على نفسك حاجات كتير. هتقصقصي كده الشنبات بتاعة الجمبري زي ما شفتيها معايا كده، وهتيجي من الظهر كده في سلسلة الظهر هتشيلي الكيس الرملي اللي هو بيبقى فيه بواقي الأكل بتاعة الجمبري. تمام كده زي ما شفتوا معايا في بداية الفيديو كده بكل سهولة نضفته وغسلته بس بمية وليمون. طبعا أنا غسلته في البداية قبل ما أبدأ أنضفه، وغسلته تاني بعد ما نضفته بالليمون بس كده. الجمبري ما بيتنقعش في مية، الجمبري بتغسليه وبتصفيه على طول، بس بتغسليه غسلة واتنين وتلاتة لحد ما تشمي ريحته كده نظيفة وجميلة. تمام كده عشان نكون متفقين، يعني جمبري ما بيتنقعش بمية، بتغسل مرة واتنين وتلاتة لحد ما المية بتاعته بتبقى نظيفة وفلة وريحته بتبقى فلة. تمام. انا بغسله بليمون بس، مية وليمون. جبت معايا بقى هنا، طبعا انا سبته في المصفى كده يتصفى. جيت هنا جبت حلة على النار، حطيت فيها مكعب زبدة وحوالي معلقتين من الزيت، ونزلت كده ببصلة صغيرة جوانح زي ما شفتوا معايا كده. بدأت أشوحها تشويحة بسيطة جدا في الزبدة والزيت. تمام. أول ما بدأت تدبل معايا كده نزلت معايا كده بحوالي معلقة صغيرة من الثوم المهروس. تمام. هبدأ أشوحهم مع بعض كده في الزبدة، ياخدوا تشويحة بسيطة جدا. أول ما ريحة الثوم بدأت تطلع معايا نزلت معايا بالجمبري، طبعا كنت سايباه يتصفى زي ما قلت لكم. هبدأ أقلب كده الجمبري في الثوم والبصل. تمام. أقلب فيه كده، أول ما يدينا كده اللون الأورنج الجميل ده هبدأ أنزل عليه ببقية الخضار اللي انتوا شايفينه معايا. هنزل الأول كده بالبهارات، معلقة كزبرة، معلقة كمون. تمام. طبعا المقدار معايا معلقة صغيرة. احط كده سنة صغيرة كده من جوز الطيب. تمام. وبدأت كده نزلت معايا بنص معلقة من الثوم البودر ونص بصل بودر ومعلقة كده صغيرة من الخلطة اللي هي بتاعت الكزبرة والكمون والشطة والملح مع بعض. انا كده حطيت الملح بتاعي في البهارات المشكلة اللي هي الكمون والكزبرة. تمام. هبدأ اقلب البهارات بتاعتي بقى في الجمبري كده، بدأ ياخد معايا اللون الأورنج اللي انتوا شايفينه الجميل ده. عايزة اقول لكم الريحة قلب الدنيا، انتوا اكيد متخيلين الريحة. الجمبري ما بياخدش سوا خالص خالص، هو 10 دقايق بالكتير وكان جاهز معايا. اول ما خد كده معايا اللون الأورنج زي ما شفتوا نزلت بالخضار اللي معايا اللي هو ايه، قرن فلفل اخضر حامي وحبات فلفل حامي وطماطمية صغيرة كده مقطعاها شرايح. نزلت كده بمدتهم تقليبة وبعدين نزلت بكوباية من المية زي ما شفتوا معايا كده، قلبتهم مع بعض. وايه اول ما بدأوا يغلوا رحت طافية عليها بقى وحطيتها على جنب زي ما شفتوا كده. تمام كده. طبعا اساسي في اي مأكولات بحرية الثوم والكمون والكزبرة عشان نكون متفقين مع بعض كده.
اي مأكولات بحرية زي اسماك او جمبري او الحاجات الاسماك البحر دي اللي احنا عارفينها، معتمدة كلها على الثوم والكزبرة والكمون. تمام. ما حطيتش فلفل اسود خالص في الاكلة دي. تمام كده. تعالوا بقى نعمل شوية رز كده، الرز الاحمر بتاع السمك مع بعض. حطيت مكعب زبدة ومعلقتين من الزيت برضو، وبصلاية كده كنت مقطعاها قطع صغيرة، اديتها اللون اللي انتوا شفتوه معايا ده. وبعدين نزلت برز مغسول ومتصفي، قلبهم مع بعض كده شوية، وبعدين هنزل بنفس البهارات اللي انا نزلت بيها على الجمبري، بس مش هحط جوزة الطيب. تمام. هحط توم باودر، بصل باودر، طبعا حاجات سيكة خالص، هحط كميات سيكة بسيطة يعني، وكمون طبعا وكزبرة والملح. ده اللي هضيفه على الرز. وهنا على العين اللي انتوا شايفينها دي حاطه ميه بتغلي. ده هيقول لي ليه انت ما انتش بتشغلي على الكاتل، ما عدتش بتسخني ميه في الكاتل؟ لان يا جماعه انا دلوقتي العداد عندي بقى العداد الكهرباء عندي بقى كارت. فكلنا عارفين ان الكاتل يعني بصوا خراب جامد جامد في سحب الكهرباء. فأنصح أي حد عددها كارت ما تستخدمش الكاتل نهائي. ليه؟ ماله البوتاجاز لما سخن عليه المية اللي أنا عايزاها. نزلت كده بعد ما قلبت البهارات في الرز، نزلت بالمية السخنة بتاعتي، وهنا كان الرز بتاعي اتشرب واستوي وكان تمام. وهنا جهزت الأكل. اتفضلوا معانا وبألف هنا وشفا على اللي ياكل يا رب. وأشوفكم في وصفة جديدة في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.